حقيقي من احلى الوصفات اللي بعملها واسرع الوصفات اللي بعملها، وكمان بتكون ممتازه جدا في طعمها وشكلها وريحتها لا تقاوم. كفته داوود باشا، والله يا جماعه عايزه اقول لكم ان اللي هيجربها بجد هيعملها كل يوم. بصوا بقى، معانا هنا نص كيلو من اللحمه، هنزل عليها بربع معلقه من القرفه، ربع معلقه من السبع بهارات، نص معلقه صغيره جدا من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الملح. نقلب كل الحاجات دي كلها كده مع بعض. عايزه اوصل كده اللحمه بتاعتي لعجين عشان تبقى متماسكه وداخله كلها في بعضها. هنكور كور زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما نكور الكور بتاعتنا دي نسيبها ترتاح شويه صغيرين في التلاجة او في الفريزر. تمام، شايفين متماسكه جدا ازاي؟ وخطوه ان احنا نحطها في الفريزر او التلاجة ده علشان التماسك، علشان لما ننزلها كده في الطاسه تفضل متماسكه معانا واحنا بنقلبها. دلوقتي كده بننزل بشويه زيت، وبعدين نخليها كده تاخد تشويحه كده من الجنبين كده، لون بسيط جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. ما بتاخدش معاكم اي وقت خالص، عايزه اقول لكم انها سهل الممتنع بصراحه. الوصفه سهله جدا، لما بكون مشغوله او عندي شغل بكون عايزه اعمل اكله سريعه جدا، وهي دي بتكون احلى الاكلات اللي بعملها السريعه جدا. هنزل هنا في الطاسه كده بعد ما شلت الكفته بنص معلقه من الثوم وشويه زيت صغيرين، هنقلبهم كده مع بعض. وبعدين هنزل بمعلقه صلصه بيوريه مع نص معلقه سكر مع شويه من الميه، وكمان حطيت كوبايه كبيره من عصير الطماطم. نفس التوابل اللي انا حطيتها في الكفته هحطها برده في الصلصه. ربع معلقه من القرفه، ربع معلقه صغيره من السبع بهارات، شويه من الفلفل الاسمر والملح. ودلوقتي هنضيف الكفته بتاعتنا ونسيبها بقى تستوي، بتاخد 10 دقايق بالظبط على النار، وبتتقدم بقى مع الرز بالشعريه. يامي بجد، شايفين؟ تحفه. لون الصلصه، طعم الكفتة، ريحتها كانت قلب المكان. شوية رز بقى بالشعرية كده، الله بجد. لو عجبتكم الوصفة شيروها مع كل أصحابكم، وكمان ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا واكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد.